وصلتنا الآن صور جديدة للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد المشهد بقرية ضحضة في نجران. هي صور من داخل المسجد، إذن كما نتابع نذيعها عليكم. وصلتنا قبل قليل إذن صور، هناك آثار إذن لدماء للشهداء. الحصيلة الرسمية لحد الآن تتحدث عن شهيد وعدد آخر من المصابين، وهناك أرقام غير رسمية تتحدث عن 3 شهداء. الانتحاري استهدف هذا المسجد الواقع في قرية ضحضة في نجران بعد صلاة المغرب، حيث استهدف المصلين. هنا نشاهد آثار الدماء على سقف المسجد، وهنا آثار أخرى ربما تعود لبعض الأشلاء. إذن هذه صور من داخل المسجد. إذن كما ذكرت سابقا، الحصيلة الرسمية تقول إن هناك شهيدا سقط في هذا الهجوم، وعدد من الجرحى، بعض الإصابات منها خطرة. وهناك أرقام غير رسمية تتحدث عن 3 شهداء سقطوا في هذا التفجير إذن الذي نفذه انتحاري. قيل إنه كان يرتدي ملابس شتوية إذن، واستهدف المصلين عقب صلاة المغرب. إذن هذه صور جديدة وصلتنا من داخل مسجد المشهد في ضحضة بنجران التي استهدفها الهجوم الانتحاري هذا المساء.